السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا أحلى وأغلى وأجمل متابعين ومشتركين مطبخ ماجي وجوجو. أهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده استكمالا للفيديو الأولاني اللي هو بتاع رحلة القاهرة. كنت عملت جزء أولاني وده الجزء الثاني، ويلا نبدأ. هنا دي جولة في النيل، القاهرة، الساحر. جولة كانت جميلة جدا، وده نيل القاهرة. ما شاء الله المنظر بصراحة كان تحفة، والجو كان جميل جدا. القاهرة ونيل القاهرة ده، واحنا المركب بتعدي من تحت الكوبري. وصراحة كانت سفرية رائعة لما رحنا القاهرة. رحنا حتت حلوة وحتت جميلة هتعجبكم ان شاء الله. اخدنا جولة بقى في النيل، وبعد كده هنروح عند صبح كابر وكملوا معايا بقية الفيديو. استمتعوا بقى بمنظر القاهرة، منظر النيل القاهرة الساحر. شايفين ما شاء الله. والكباري. شايفين المنظر، منظر روعة. اللي ما جاش القاهرة بقى يتفرج بقى على المناظر الجميلة دي. المراكب في النيل. لسه برضو في الجولة في النيل. الجو كان جميل يوم ما رحنا، كان الجو رائع. لسه برضو في الجولة. شايفين منظر المراكب تحفة ازاي. النيل وجماله. طبعا لما بنشوفها على الطبيعة غير الصور خالص. المركبة دي ما شاء الله كبيرة ازاي. طبعا كان في اغاني انا شلتها علشان لو في حقوق نشر وطبع ولا حاجة. المراكب اهي. صراحة المركبة بتعدي كده من تحت الكوبري بيبقى منظرها جميل جدا.
شايفين مناظر الكباري رائعة. بعد كده ما خلصنا الجولة النيلية رحنا على صبحي كابر، مطعم صبحي كابر. شايفين ما شاء الله العالم كانت بره قد ايه، وخدنا وقت على بال ما دخلنا. رحنا اتغدينا في صبحي كابر، ده المطعم من جوه اهو. كان ما شاء الله زحمة جدا والاكل بتاعه حلو. طلبنا بقى مشويات و اسمه ايه ده، ايه، ورق عنب بالكوارع ومشويات وحاجات كتير. طبعا انا ما عرفتش اصور الاكل لان الدنيا كانت زحمه جدا والناس كانوا جعانين وعايزين ياكلوا. يا دوبك صورت لكم المطعم كده، وفي دور تاني فوق اهو. ما شاء الله المطعم حلو وزحمه جدا واكله حلو. بعد طبعا ما اتغدينا عند صبحي كابر رحنا على الحسين. طبعا انا اول مره امشي في الحسين، كنت بروح يعني من بره الحسين كده وامشي، لكن اول مره امشي بصراحه قدام مسجد الحسين سيدنا الحسين، واول مره امشي في الشارع الحسين. دي بقى الشارع بتاع الحسين، طبعا فيه كل حاجه بضائع شرقيه. على فكره احنا عندنا محل بضائع شرقيه زي دي. اللي عايز اللي عايز يجي عندنا هنكرمه طبعا. ده الحسين فكرني بشارع التجاري عندنا هنا في بورسعيد بالظبط، يعني كأني ماشية في بورسعيد. شايفين بقى الحسين، بصراحة كان جو حلو قوي، جو شعبي، جو الحتت القديمة الحسين والحتت الحلوة دي، الحتت الشعبية بتاعتنا الجميلة دي. ماشيين اهو لسه في الحسين اهو، جاي بضايع شرقية اهي. البضائع الشرقية اللي هي الحاجات الفرعوني، وكان في ناس أجانب، كان في أجانب كتير. أنا صورتهم أهو، دول أجانب كانوا ماشيين في الحسين كانوا بيتفرجوا. وبكده خلصت جولتنا في القاهرة. أشوفكم جولات تانية إن شاء الله. مع السلامة.